هنتكلم النهارده عن اغرب قوانين كرة القدم اللي ممكن تشوفها في حياتك. انت شايف ان في تطور كبير قوي ما بين الكرة زمان والكرة دلوقتي، من حيث اللعيبة والمهارات ولبس اللعيبة، حتى قوانين زمان كانت غريبة. واول قانون هنتكلم عنه هو لحد بداية الثمانينات في القرن ال19، يعني على سنة 1880 كان مرمى كرة القدم من غير عوار. كان المرمى عبارة عن عمودين طول كل واحد منهم حوالي 7.5 متر وبدون عرضة افقية، واللاعب يشوط زي ما هو عايز. واللي كان مظلوم في الموضوع ده هو الحارس، لانه كان بيعمل اللي عليه ويصد اللي يقدر يطوله، لكن الباقي ما كانش بيقدر يصده. وندخل على القانون الثاني واللي كان بيدوا فيه الفائز نقطتين والمتعادلين نقطة واحدة. لكن لاحظوا ان اللعيبة لما بتبقى متعادلة ما كانوش بيحاولوا يتعبوا او يروحوا يجيبوا جون، علشان ما كانتش فارقة من نقطة لنقطتين. فيقوموا مطلعين قانون جديد في بداية الثمانينات وبيقولوا ان الفائز هياخد بدل نقطتين 3 نقط. لا، بيفكروا كرييتيف برضه. وندخل على تالت قانون واللي احداثه حصلت سنة 1963، وحصلت في ماتش ما بين فريق تشيلي وايطاليا. قام لاعب ايطالي بعرقلة